مرحبا، اهلا وسهلا معكم. برك بيبا يحييكم في هذه الحلقه الجديده. في هذا الفيديو هذه غادي نتطرقوا لبيولوجي فيجيتال. غادي نبداو الحلقه رقم واحد. نديرو هنا في هذا الفيديو غادي نديرو لي سيانوبكتيري، من بعد غادي نديرو لي زالغ او لي شامبينيون او لي ليكن في لي فيديوهات الجايين، وغادي نديرو لي كورموفيت او لي سيكل ديالهم. اذا نبداو على بركه الله لي سيانوبكتيري. اذا لي سيانوبكتيري اذا كنتو كتعرفوا في لوغيني فيجيتال ديما عندنا كائنات اللي هي وحيده الخليه وكائنات اللي متعدده الخلايا. الكائنات الوحيدة الخلايا اللي بروتوزور داخلين فيهم لي سيانوبكتيري. ولكن هنا ما خصنا نقولوا بان نفرقوا ما بين هادو لي سيانوبكتيري. هما دي بكتيري وعندهم لا كاباسيتي انهم يديروا لا فوتوسينثيز. داكشي علاش ما دخلناهمش في لوغيني فيجيتال، دخلناهم في لوغيني انيمال باسكو سون كابابل دو سانتيتيزي leur matière organique et de former leur matière organique à partir bien sûr de l'utilisation de l'oxygène, l'utilisation bien sûr des CO2 et l'utilisation du CO2 et de la lumière. C'est pour cela qu'on les appelait les cyanobactéries. Alors on va commencer l'introduction. On regroupe sous la domination des talophytes. إذا غادي نبدا كما كتعرفوا عندنا لي talophytes وعندنا لي كورموفيت. لي talophytes داخل كاين فيهم ثلاثة. كاين لي زالغ، لي شامبينيون، et لي ليكين. لي زالغ هما الطحالب، لي شامبينيون هما الفطريات، لي ليكين هما يقصد بلي ليكين هما الحزازيات. غادي نشوفوا شنو هما لي ليكين هما سي اون اسوسياسيون اونتر لي شامبينيون اي لي زالغ. ملي تكون عندنا لي زالغ مجموعين مع لي شامبينيون كيتسموا ملي كيتعايشوا مع بعضياتهم كيتسموا لي ليكين. كوم لي ليكين نو دويف اتر كومبري كو كوم ان جروب بيولوجيك كيما قلت لكم ريليف دي شامبينيون دي زالغ، يعني فيه لي شامبينيون اي لي زالغ. سي سورتو de ces deux derniers ensemble que nous aurons à discuter. إذا غادي نبداو بلومو ألغ فين جا. كيما كتعرفوا لومو ألغ، ألغ جا من مو ألغا appliqué à des organismes poussent dans la mer. يعني ألغا جات من اللاتينية كتعني بأنهم كائنات كيعيشوا في البحر ولا تنمو في البحر. وبالنسبة للشامبينيون، شامبينيون vient aussi de mot latin dérivé de campus. campus هو واحد الحقل أو champ et qui signifie que les végétaux concernés poussent dans les lieux champêtres. إذا champignon يعني كينوضوا في الأماكن، يعني في الحقول. داكشي كيتسموا شامبينيون، أي أنها معروفة كتكون بزاف في الحقول. يعني على حسب التسمية، غير على حسب التسمية شامبينيون أي كتعني الحقل في اللاتينية. بالنسبة للنومبر ديال لي زومبرونشمون ريكوني شي لي زالك اوكاريوت اي اسي الفي. بالنسبة لي زالك كيما قلت لكم كاين لي زالك اوكاريوت عندهم يعني لو نومبر ديال لي زومبرونشمون كاين بزاف. كان عندنا من 7 حتى ل 11 على حسب الكتاب. il n'était que 3 autrefois lorsque ne faisaient intervenir que les différents pigments. يعني الى على حسب الكلاسيفيكاسيون يمكن ليهم يوصلوا الكلاسيفيكاسيون ديال لي زالك ل 11 امبرونشمون. ولكن الى خدينا البيغمون يعني الكولوراسيون ديالو، يعني الارك على حسب الكولوراسيون ديال على حسب البيغمون. لان البيغمون هو البيغمون هو المسؤول على لا كولوراسيون. بحال مثلا الكلوروفيل هو بيغمون كيعطينا لا كولور اللي هي فيرت. على حسب هذا عندنا لي زالك على حسب لا كولور يمكن لينا نديرو غير ثلاثه ديال لي زومبرونشمون. كاين لي زالك روج ولي زالك فير ولي زالك بغين. يعني البغين هي يعني بنيه. دوطخ كريتير سون فوني ساجوت سافوار. يعني يمكن لينا نعتمدو في الكلاسيفيكاسيون ديال لي زالغ على مجموعة ديال الصفات الأخرى. مثلا لا ستركتور بلاستيديال، يعني البنية ديال البلاستيد. كذلك يمكن لنا نعتمدو على لا شيمي مومبرانير، يعني لي مومبران ديالهم ديال لي زالغ مناش كيتكون لا مومبران ديالهم. و لي برودوي دو ميتابوليزم، لي برودوي دو ميتابوليزم يعني النواتج ديال التفاعلات واش كيعطيونا مثلا على حسب التفاعلات اللي كيعطيو، يعني لي برودوي ميتابوليك ديالهم. اون تريتغا دابور لو جروب دي سيانوباكتيري. يعني اول حاجه غادي نبداو بها كما قلت لكم غادي نبداو بلي سيانوباكتيري، عاد من بعد غادي ندوزو لي زالغ ولي شامبينيون ولي ليكان. اذا كيما لي سيانوباكتيري هما دي بروكاريوت. يعني بروكاريوت كما قلت لي شنو هما بروكاريوت. اذا لي بروكاريوت سو سون دي زورغانيزم كابا، يعني سو سون ماشي هما اوكاريوت بروكاريوت سيتادير. هما اول حاجه لي سيانوباكتيري هنا بانهم سيانو جات من يعني فيجيتال. بكتيري كتعني بانهم دي بكتيري، يعني عندهم سو سون دي بروكاريوت. لي بروكاريوت عندهم ما عندهمش ان فري نوايو و كيتسموا لي زالغ بلو. كنقولوا سيانوباكتيري ولا لي زالغ بلو، يعني هادو بوحدهم. كاين كاينين عندنا في لي زوكاريوت، هما لي زوكاريوت عندنا لي زالغ روج او لي زالغ بغين او لي زالغ فيرت. هادو كلهم سو سون دي اوكاريوت.
وبالنسبة لي زالغ بلو سو سون دي بروكاريوت. لي زالغ بلو سو سون دي بروكاريوت، سو سون عندهم بيغمون فوتوسانتيتيك قادرين انهم يديروا لا فوتوسانتيز، داكشي علاش درناهم في لوريني فيجيتال، وما عندهمش ان فغي نويو. Ceci les fait distinguer des algues eucaryotes étant photosynthétiques grâce à la présence de chlorophylle associée à des pigments variés et localisés dans les places différenciées. بالنسبة لي بروكاريوت، عند لي زالغ بلو قلنا بأنهم بروكاريوت، وبما أنهم بروكاريوت يعني أنهم كائنات وحيدات الخلية وما عندهمش ان فغي نوايو. واللي كيفرق الفرق ما بين لي زالغ بلو ولي زالغ الاخرين هو ان هاد لي زالغ بلو ولا لي سيانوبكتيري بحال الغ بلو ولا سيانوبكتيري كيف الفرق بيناتهم وبين لي زالغ بغين او روج و فيرت. الفرق بيناتهم شنو هو ان لي زالغ بلو ما عندهمش لي بلاست. لي زالغ بلو ne possèdent pas de بلاست. ملي كنقولوا لي بلاست لان لي بلاست شنو هما لي بلاست؟ لي بلاست هما الكلوروبلاست. الكلوروبلاست هو المسؤول على انتاج، هو المسؤول على الفوتوسينثيز، يعني عمليه التركيب الضوئي كدار وسط البلاستيده الخضراء، وسط كتسمى لي بلاست. هادو كلهم سوسون دي بلاست. كاين دي ماشي بالضروره تكون بلاستيده خضراء، تقدر تكون بلاستيده حمراء، يقدر تكون بلاستيده بنيه، على حسب البلاستيد. الفرق هو اللي خصكم تعرفوه هو ان هاد لي سيانوبكتيري ما عندهمش لي بلاست، نو بوسيد با دي بلاست. لان اصلا لي بلاست هما اللي الا قريتو شويه في التطور، هذا غادي نتطرقوا ليه في الفيديوهات اللي هما جايين ديال ليفوليسيون. من ناحيه التطور بان الكلوروبلاست الاصل ديالها هو اون بكتيري، يعني ما يمكنش واحد الاورغانيزم اللي هو اصل ديالو بكتيري يكون في وسط اللي هي بكتيري. اذا باش نشرحها مزيان، لي بروكاريوت هما سوسون دي بروكاريوت ما عندهمش ان فغي نويو، وبما انهم دي بروكاريوت يعني سون دي بورفي دورغانيت. لي بروكاريوت ما فيهمش لي زورغانيت، وهاد اللي من بين لي زورغانيت اللي ما كاينين في هاد لي بروكاريوت يعني في لي سيانوبكتيري ما عندناش لي بلاست. يعني هذه النقطة رقم واحد، لي سيانوبكتيري نو بوسيد با دو بلاست، يعني ما فيهمش الكلوروبلاست ولا الغودوبلاست، يعني كاع لي بلاست ما فيهمش. لي سيانوبكتيري او لي زالغ بلو ها هما لي سيانوبكتيري. ديفينيسيون ديالهم، لي سيانوبكتيري ابارتيان او دومين دو بكتيري. اذا في لي بكتيري عندنا لي بكتيري اللي قادرين انهم يديروا لا فوتوسينثيز كيتسموا لي سيانوبكتيري، ولي بكتيري اللي ما كيديروش لا فوتوسينثيز كيتسموا لي بكتيري بوحدهم، يعني كيتسموا لي او بكتيري. Comme les bactéries, elles n'ont pas de noyau individualisé. يعني les bactéries ce sont des prokaryotes يعني ما عندهمش واحد النويو اللي هو ان فري نويو، on ne possède pas un vrai noyau. لا فورماسيون ديالهم جينيتيك كتكون سو فورم ديال لي بلاسميد. وشنو هو البلاسميد؟ الديفينيسيون ديال البلاسميد، البلاسميد هو ADN circulaire capable de se répliquer de manière autonome. Un plasmide, c'est un ADN circulaire capable de se ريبليكي دو مانيير اوتونوم. بمعنى ان هاد الكائنات هادو يعني لي سيانوبكتيري عندهم البلاسميد. لي بكتيري اون جينيرال عندهم لا دي ان على شكل بلاسميد، عندهم الكروموزوم وتيكون عندهم مجموعه ديال لي بلاسميد. هادوك لي بلاسميد تيكونوا دايرين سيركولير، وفي كل بلاسميد قادر انه يطلق عليه المضاعفه ديالو بوحدو. غالبا تكونوا عرفتوا المضاعفه ديال الدي ان، هادشي اللي شفتو في الباك في البكالوريا. المضاعفه ديال الدي ان، لا دي ان ديال البلاسميد كتوقع عليه المضاعفه بوحدو، يعني كابابل دو سو ريبرودوير دو مانيير اوتونوم. اوتونوم يعني مستقل. يعني كيكون عندنا في البكتيري، نحاول نرسم لكم بكتيري باش غير باش نشرح لكم هذه. بالنسبه للبكتيري، اذا عندنا بكتيري ناخذ مثلا هذه بكتيري. في هاد البكتيريا عندنا لا دي ان كروموزوميك، هذا هو الكروموزوم ديالها، هذا كتسمى لا دي ان كروموزوميك. وفيها تيكونوا فيها دي بلاسميد. دي بلاسميد يقدر يكونوا بزاف ديال البلاسميدات، وكل بلاسميد يعني كابابل دو سو ريبليكي دو مانيير اوتونوم، يعني مستقل على لا دي ان على الكروموزوم. يعني هاد التوأش الصغار هما سوسون دي بلاسميد. اذا هاد الكائنات هادو لي سيانوبكتيري عندهم البلاسميد وكابابل دو انهم يديروا الفوتوسينثيز، يعني قادرين انهم ينتجوا الماده العضويه ديالهم الرسوم. ils sont donc des prokaryotes par opposition aux autres organismes possèdent un noyau individualisé les eucaryotes. اذا بالنسبه هادو سوسون دي بروكاريوت. بالنسبه لي زوكاريوت، لي زوكاريوت تتلقى خليه اوكاريوت، في وسط الخليه اوكاريوت ما كتلقاش، يعني في الخليه اوكاريوت ما كنتلقاش لا دي ان تيكون ليبر، ولكن في الخليه اوكاريوت هذه مثلا خليه اوكاريوت. واخا هاد الخلايا اسمحوا لي راه كنرسم خلايا اللي هي انيمال، مع العلم بان الخلايا اللي فيجيتال راه سداسيه الشكل. غير باش نفرقوا، احنا في الفيجيتال ما كنرسموش الخلايا كذا. في البيولوجي فيجيتال كنرسموا خليه انها كتكون على شكل سداسي،
انا غير باش نشرح لكم في الشيما كندير. اما الخليه راه في الفيجيتال كنرسموها هكا. انا غير باش نشرح لكم باش نختصر الوقت. الخليه الفيجيتال عند لي زوكاريوت كيكون عندنا النواة، والنواة تيكون في وسط منها لا دي ان، وهذا الجدار النووي هاد النواة تيكون فيها واحد الجدار، تيكون عندها واحد لا مومبران نيكليير. داكشي علاش كتسمى اوكاريوت. علاش اوكاريوت؟ سيتادير ان فري نوايو. كاين عندنا لا تي ان بوحدو، ليتروكروماتين، لوموكروماتين، عندنا دي بروتيين داير عليهم كيتسموا لي زيستون، لا تي ان داير على لي زيستون. عندنا دي بور، تما كاينين دي بور. كاين عندنا لاباري دو غولجي قريب من هنايا، وعندنا الريتيكوليم اندوبلازميك. داكشي علاش كيتسمى اوكاريوت. يعني عندنا مجموعه، عندنا واحد السيستيم بوحدو ديال لا دي ان. لا دي ان كاين في وسط واحد السيستيم اللي داير به تما كيدير فيه لي بروتيين، كدير مجموعه ديال العمليات. لا دي ان لا ار ان كل حاجه كتوقع على الماتيراسيون والنضج ديالها في بلاصه بوحدها. هادشي كيتسمى اوكاريوت. بروكاريوت ما عندهمش هادشي. لي بروكاريوت عندهم كما قلت لكم لا دي ان كاين في السيتوبلازم، ما كاينش عندهم مومبران ديالو سبيسيفيك. لي سيانوباكتيري سون دي بروكاريوت. لي سيانوباكتيري هما دي بروكاريوت فوتوسانتيتيك، c'est-à-dire ils utilisent comme source d'énergie l'énergie lumineuse. إذا عقلوا على هاد الجملة هادي، les cyanobactéries هما des prokaryotes photosynthétiques où ils sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse. l'oxydation de l'eau en oxygène. كما كتعرفوا لا فوتوسينثيز عملية التركيب الضوئي كتعطينا الأكسجين، كنستعملو ثاني اكسيد الكربون وكتعطينا الاكسجين. ولكن هذا هو المشكل اللي كاين عند لي سيانوبكتيري، انهم ما كيعطيوناش الاكسجين. لي سيانوبكتيري ما كيعطيوش الاكسجين. اتونسيون، حطيت لكم في ليكزامان، لي سيانوبكتيري نو ليبير با دوكسيجين. كيديروا لا فوتوسينثيز ولكن داك الاكسجين كيستعملوه، ما كيديروش ليه لا ليبيراسيون بحال لي فيجيتو. إذا عقلوا عليها مزيان. إذا l'oxydation de l'eau en oxygène au cours de la photosynthèse est une propriété qui les sépare totalement des autres prokaryotes photosynthétiques, les bactéries pourpres et vertes. Autotrophie photosynthèse. فيما كنقولوا photosynthèse يعني كتعني اوتوتروف. اوتوتروف شنو هي؟ اوتو يعني خاص بيرسونيل، تروفي يعني الاكل، اي انها قادره انها كنقولوا ان اورغانيزم اوتوتروف، سيتادير سي ان اورغانيزم كي كابابل دو سانتيتيزي سا ماتير اورغانيك. يعني كيتسمى اوتوتروف مستقل انطلاقا من الوسط ديالو، من ثاني اكسيد الكربون، باستعمال الضوء، باستعمال الاملاح، باستعمال يعني الاشياء المتواجده كيستطيع انه يدير الماده العضويه. يعني هذا هو التفاعل اون جينيرال ديال التركيب الضوئي، هو 6 سي او 2 زائد 6 اش 2 او، كيعطينا زائد الاشعه يعني ديال الشمس، الاشعه ليمينوز هنا فيزيبل، كتعطينا يعني الماده العضويه والاكسجين. لا فوتوسانتيز سيلفيروز دي بكتيري بوربر. لا فوتوسانتيز سيلفيروز، ملي كنهضروا على لا فوتوسانتيز سيلفيروز، شنو هي سيلفيروز؟ هنا كما كتشوفوا لو دونور ديال لي زيليكترون هو اش 2 لان كما كنعرفوا باش تتم عمليه التركيب الضوئي دائما النباتات كيحتاجوا لواحد الموليكول اللي غادي تعطي الالكترونات، لان هنا كامل في العمليه ديال التركيب الضوئي ولا ديال التنفس كلشي كيهضر على الالكترونات، الطاقه على شكل الكترونات. يعني النبته كتثبت الالكترونات، كلشي كيتمشى بالالكترونات، وبالتالي اول اللي كيعطي الالكترونات هنايا عند في الفوتوسينثيز هو الماء. جينيرالمون هو الماء اش 2 هو اللي كيتفرغ كيتحول للاكسجين والهيدروجين كيتستعمل كوم اش بلس، وكتعطى لينا هنايا كتعطيو لي زيليكترون. ولكن بعض الكائنات اللي كيعيشوا في بعض الاوساط بحال مثلا في الحجار او لا مثلا في الاماكن اللي هي صعيبه، هنا ما كاينش عندنا الدونور ديال لي زيليكترون، ماشي هو الماء اللي كيعطي الالكترونات، هو واحد الماده كتسمى لو السفر، هو اش 2 اس او الكبريت. لاش 2 اس هو اللي كيلعب الدور ديال الماء. تما كاين اش 2 او، هنا كاين اش 2 اس. اش 2 اس هو اللي كيلعب الدور ديال الدونور ديال لي زيليكترون. وهاد لا فوتوسانتيز كتسمى لا فوتوسانتيز سيلفيروز. سيلفيروز حيت كتستعمل السيلفير دوك ديدروجين. السيلفير ديدروجين هو لو السفر، هو الكبريت. لي بكتيري بوربر كيتسموا لي بكتيري بوربر. فما شفتوا لي بكتيري بوربر هما لي بكتيري كي يوتيليز لو السفر، كيستعملوا الكبريت كوم دونور ديليكترون. وهذه هي ليكواسيون، بلاصه اش 2 او غادي نديرو اش 2 اس.
CO2 زائد H2S جوج H2S غيعطينا المادة العضوية زائد H2O زائد جوج S. كلاسيفيكاسيون ديال لي سيانوبكتيري. اذا لي سيانوبكتيري فين كاينين؟ لي سيانوبكتيري كلاسيفيكاسيون ديالهم عندنا في لي بكتيري اون جينيرال، عندنا لي بكتيري وعندنا لي زاركي بكتيري وعندنا لي او بكتيري. لي بكتيري على حسب لي بكتيري، عندنا لي بكتيري و لي زاركي بكتيري و لي او بكتيري. بالنسبه لي سيانو بكتيري ها هما لي سيانو بكتيري، سيانو بكتيري داخلين في لي بكتيري، يعني لي سيانوبكتيري ابارتيان او دومين ديال لي بكتيري، ماشي في لو دومين ديال لي زاركي بكتيري وماشي في لو دومين ديال لي او بكتيري، يعني كاينين في لي بكتيري. غادي تسالوا شنو هو الفرق ما بين بكتيري اركي بكتيري او بكتيري او كاري. هنا الفرق بيناتهم بكل بساطه. بالنسبه لي بكتيري، لي بكتيري هما كائنات اللي هي بسيطه كتعيش في واحد في دي دومين اللي هما ستريكت. لي بكتيري كيعيشوا في لي دومين اللي هما ستريكت، مثلا الا ما كانش الماء ولا ما كانش هادي ولا ما كانش هادي ما يمكنش ليها تعيش. هادوك كيتسموا لي بكتيري، وعندهم لا دي ان ديالهم كيما قلت لكم سو سون دي بروتوزوير، يعني ما عندهمش ان فغي نوايو. عفوا سو سون دي بروكاريوت ماشي بروتوزوير، سو سون دي بروكاريوت ما عندهمش ان فغي نوايو. بالنسبه لي زاركي بكتيري، الفرق ما بين لي زاركي بكتيري ولي بكتيري هو ان لي زاركي بكتيري كيعيشوا في دي ميليو اللي كيتسموا اللي كنقولوا دي ميليو اكستريم. شنو هما لي ميليو اكستريم؟ كيعيشوا في المناطق اللي هي صعيبه، مناطق اللي مثلا فيها درجه الحراره مرتفعه، مثلا حدا البراكين. كيعيشوا مثلا في المناطق اللي فيها نسبه الحموضه مرتفعه، يعني لاسيديتي سيبورت لاسيديتي. هنا الا جينا السميه ديالهم غادي نتلقاو مثلا هنا تيرموكوكيس. تيرمو يعني جات من الحراره. غادي نلقاو مثلا ميتانوكوكيس، هذيك كتعطي الميتان. غادي نتلاقاو مثلا الوفيل، ايبر الوفيل يعني كتعيش في الوسط اللي هو فيه واحد الملوحه. لا ليت غادي تكونوا شفتوها في الجيولوجي، لا ليت هي الملح. الوفيل يعني مليون اللي فيه الملوحه، يعني واحد المليون اللي هو، يعني هذا هو الفرق بالنسبه ما بين لي بكتيري او لي زاركي بكتيري. لي بكتيري كيعيشوا في دي كونديسيون اللي هما ستوندار، ولي زاركي بكتيري كيعيشوا في دي كونديسيون اللي هما اكستريم. ولي او بكتيري كيتسمى لي او بكتيري راه داخلين في لي بكتيري. وعندنا لي اوكاريا ولا لي زوكاريوت. لي زوكاريوت هادو فيهم لي زانيمو، لي سيلي، لي بلانت، لي كورموفيت، لي شامبينيون، لي فلاجيلي، دو كلهم داخلين في لي اوكاريوت. اذا هذا هو الفرق. اذا كما كتشوفوا معايا بالنسبه لاربغ فيلوجينيك يونيفرسيل بازي سور لا كومبوزيسيون ديال لا ار ان، يعني هذه اون سو بازون على لا ار ان عطات لنا بان لي سيانوبكتيري ابارتيان او دومين ديال لي بكتيري. بالنسبه لي سيانوبكتيري اون بور سول بوين كومان سيت فوتوسانتيز دو تيب بلانت. هما عندهم كلهم الفرق يعني كيختلفوا. لي سيانوبكتيري كيختلفوا مع بعضياتهم في بزاف ديال الحوايج، والحاجه الوحيده اللي كتجمعهم هي لا فوتوسانتيز. داكشي علاش درناهم في واحد الدومين كيتسموا لي سيانو بكتيري، كيتسموا لي زالغ بلو. وقلنا بانهم اوتوتروف يعني كابابل دو سانتيتيزي لور ماتيير اورغانيك او لور ناتير بروكاريوتيك سو سون دي بروكاريوت. داكشي علاش خلاهم ريكلاسي دون لي بكتيري غرام نيجاتيف. اذا هنا غادي تسالوا شنو هما لي غرام نيجاتيف. بالنسبه لي غرام نيجاتيف لي بكتيري عندنا جوج ديال الاقسام في لي بكتيري. واخا هذا الشيء شويه فيه شويه د الميكروبيولوجي ولكن غير اون جينيرال. لي بكتيري عندنا جوج، عندنا لي غرام نيجاتيف وعندنا لي غرام بوزيتيف. غرام نيجاتيف ولا غرام بوزيتيف الفرق بيناتهم هو واحد لا ممبران، يعني لي غرام نيجاتيف ما عندهمش واحد لا ممبران اكسترن، يعني ما فيهش البيبتيدوغليكان. هذا هو الفرق. البيبتيدوغليكان هو واحد البروتين تيكون في لي بكتيري. لا مورفولوجي ديالهم. لي سيانوبactéries constituent un groupe génétiquement et morphologiquement très hétérogène. Elles présentent une grande diversité morphologique. Certains sont unicellulaires, sphériques ou en bâtonnets et se multiplient par division binaire. يعني هما عندهم مجموعة ديال الأشكال. يقدر يكونوا دائريين سفيريك، يقدر يكونوا يقدر يكونوا على شكل يعني عصيات. اي والاهم حاجه انهم يسملتيبلي باغ ديفيزيون بينير، اي انها المضاعفه، عمليه المضاعفه والتكاثر كيتم عن طريق الانقسام، يعني الخليه كتنقسم على جوج. دوطخ سون فيلامونتوز، يمكن لهم ايضا يكونوا على شكل خياطات. ils se propagent par rupture de filaments végétatifs ou par germination des akinètes. يعني هنا يمكن لهم انهم طريقه الانتشار ديالهم كتكون يا اما عن طريق هاد الفيلامونتوز، عند لي فيلامونتوز
انه داك لو فيلامون اللي عندهم كينقسم على جوج، وهكذا شاك فيلامون كيعطينا دي زوتر اورغانيت، يعني دي زوتر اورغانيزم كيزيد كيتطور. او لا لا جيرميناسيون ديال لي زاكينيت. لي زاكينيت هما لي سبور. شنو هما لي سبور ولا لي زاكينيت؟ غادي نشوفوهم عند لي سيانوبكتيري، بانه عندهم واحد الكائن كيعطينا واحد البرعم اللي هو صغير، انه الكائن ملي ما كيلقاش لي كونديسيون اللي هما فافورابل، ملي ما كيكونش مثلا الظروف اللي هي مواتيه، كيتحول للسبور. بحال مثلا كما كتعرفوا البكتيريا كتعيش واحد المده اللي هي كبيره جدا. مثلا كنلقاوهم في الا كانت مثلا درجه الحراره منخفضه، البكتيريا كتحول للسبور. شنو هي السبور؟ هو انه كيبقى في واحد لا فورم، هي واحد لا فورم دو ريزيستانس، انه كيفقد الماء وكيفقد مجموعه ديال الاعضاء وكينعس بحال قلنا السبات. كيكون وهاد لي بكتيري ملي تيكونوا في حاله سبات كيفقدوا الشكل ديالهم، ما كيبقاوش دي فغي سيانوبكتيري، ولكن كيتسموا دي زاكينيت لانهم فقدوا مجموعه ديال العضيات وفقدوا الماء اللي يعني كيكون عندهم مجموعه ديال الصفات الاخرى اللي غادي تخليهم انهم يتحملوا داك الوسط ودوك الظروف اللي هما فيها. Certains peuvent différencier des cellules spécialisées telles que les hétérocytes, les actinites et les hormogones. يعني بالنسبة يمكن لهم أنهم ils peuvent se différencier des cellules spécialisées، انهم يمكن لهم انهم يختلفوا على الخليه الام. يعني كما قلت لكم انه كيختلفوا لانها كتفقد مجموعه ديال الاعضاء، لان الخليه مثلا كيكون عندها مثلا الماء، كتفقد واحد الكميه ديال الماء باش تنقص في الحجم ديالها. يعني هكذا كتكون عندنا الخليه، يعني هاد السيانوبكتيري ما كيشبهش سو ديفيرونسي لا سيلول سبيسياليزي على لا سيلول ستوندار اللي عندنا كيختلف عليها. Certains présentent des ramifications qui peuvent être de plusieurs types. يعني يمكن لهم أن التجمعات ديالهم أنها تكونوا فيها دي راميفيكاسيون، يعني مجموعة ديال التفرعات. من بين أيضا الانقسامات ديال لي سيانوبكتيري هي l'ormogonie. شنو هي l'ormogonie؟ identifier la partie du filament que se détache pour donner un nouveau individu. هنا غنشوفوا في هذا التصوير هذه عندنا هذا الفيلامون هذا الفيلامون فيه كما كتشوفوا عندنا الفيلامون، عندنا جوج ديال لي بارتي في الفيلامون. نحاول نبينها لكم حيت خص تكون شويه دقيق الملاحظه باش يبان لك. كما كتشوفوا معايا هاد الخلايا اللي هنايا تقريبا متشابهين، ولكن هاد الخليه هادي كبيره على الاخرين، اما تبان لكم. اذا هاد الخليه كبيره، بما انها كبيره اي انها تعرضت للانقسام، وبالتالي غادي تفرق. هنا غادي يوقع هنا واحد لا ريبتور، هنا غادي ينقسم هذا، غادي داك البارتي الفوقانيه غادي تكون بوحدها وهاد البارتي التحتانيه غادي تكون بوحدها. وملي غادي تنقسم هاد البارتي التحتانيه غادي تعطينا واحد الفيلامون اخر، لان كيفاش كيتشكل هاد الفيلامون، هاد البارتي هادي غادي تكون عندنا بحال هكا، غادي يوقع لها انقسام، غادي تعطينا واحد اخر غيكون مزدي معاه، غتعطينا انقسام غيكون واحد اخر عطي معاه، وكذا كيتشكل عندنا فيلامون. اي ان كل خليه كتنقسم على واحد في واحد لوسونس وكتعطينا الفيلامون. وهذا الفينومين هذا كيتسمى لورموغوني. فيلامون كيتسمى لورموغوني عفوا. اذا لورموغوني، اذا هذه هي لورموغوني. اذا سيتا فراغمون بلوريسيلولير، واحد الفراغمون فيه مجموعه ديال الخلايا ديال الفيلامون دانتال دو سيانوبكتيري. سيت اون فورم دو ريبرودكسيون اسيكسيي. كما كتشوفوا هنايا ما عندناش الالتقاء ديال الامشاج، يلا لوغ سي لا ريبرودكسيون سيكسيي اسيكسيي، يعني ما عندناش التقاء ديال الامشاج، يعني ريبرودكسيون اسيكسيي. وفي لا ريبرودكسيون اسيكسيي غادي يكونوا عندنا دي زورغانيزم يعني جينيتيكمون ايدونتيك، يعني غيكونوا بحال بحال. بالنسبه لي غاميفيكاسيون، عندنا لي غاميفيكاسيون ديال هادو، عندنا لو غامي يقدر يكونوا اني سيلولير، ولا تكون مثلا اوموسيستي. اوموسيستي يعني سيستي يعني مستفين، يعني سيستيم. اوموسيستي يعني واحد حدا واحد. ايتيروسيستي يعني من ناحيه ديال لا كومبوزيسيون ديالهم تيكونوا مختلفين، يعني كما كتشوفوا ايتيروسيستي. وهنا ما عندناش الغاميفيكاسيون، كنقولوا ايتيروسيستي نو غاميفي. هنا عندنا ايتيروسيستي نو غاميفي بولير. نو غاميفي بولير اي انه غاديين كيتكوروا لجهه لواحد لوبول. عندنا ايتيروسيستي افوس غاميفيكاسيون اون يكريك، يعني هنا في ايتيروسيستي اي ان عندنا خلايا مختلفين، ولكن من ناحيه ديال الغاميفيكاسيون ديالهم انها كتكون متفرعه. عندنا ايتيروسيستي افوس غاميفيكاسيون تتسمى جيميني، اي ان عندنا جوج ديال كانت مع غاميفيكاسيون جيميني اي ان تقسمت على جوج. وعندنا ايتيروسيستي غاميفيكاسيون فغي، يعني فغي غاميفيكاسيون عندنا مجموعه ديال التفرعات. هادشي كلشي غادي نشوفوه في المورفولوجي.
leur couleur résulte de la présence de pigments. كيما لا كولور ديالهم هاد لي زالغ بلو عندهم مجموعه ديال لي كلوروفيل، واخا سميتهم لي زالغ بلو ولكن يقدر نتلاقاو فيهم الكلوروفيل فيغ. فيهم لي كاروتين اللون ديالهم برتقالي، منه جات الكاروت. الكاروت هو الجزر. الجزر جا ملي حيت فيه الكاروتينويد بزاف، داكشي تسمى فيه الكاروتين روج اي اورانج. فيه الكزانتالوفين جون، فيه الفيكوسيانين بلو اي فيكو إيريترين روج. هادو كلهم شنو هما؟ هادو كلهم سوسون دي بيغمون، يعني اللي مسؤولين على لا كولوراسيون. Il varie, il varie de jaune à noir en passant par différentes teintes de bleu, vert ou le brun. يعني كيختلفوا من ناحية ديال التانت ديالهم، من ناحية ديال اللون، من لو بلو، من الزرق للخضر. الزرق فيه شوية ديال الخضر. البغين يقدر يوصلوا انهم القبيله كما كتشوفوا. هذه مثلا هذا سيانوبكتيري كتسمى انابينا صفاريه. هذا سيانوبكتيري سو فورم ديالو لا فورم ديالو فيلامونتو، يعني كما كتشوفوا لي فورم فيلامونتوز. يعني هاد الشيء يعني بكتيري، هذا سيانوبكتيري. عندنا لا فورم ديال لي سيانوبكتيري، عندنا لي راميفيكاسيون فورم مثلا فيلامونتوز. عندنا لي فورم لو بلي سامبل تيكون انيسيلولير. بالنسبه لا ريبرودكسيون، لا ريبرودكسيون ديال لي سيانوبكتيري كاين جوج ديال تيب ديال ريبرودكسيون. كاين يا اما كاين يا اما بار سيزيون بينير، اي ان الاورغانيزم كينقسم على جوج، او لا بار فورماسيون دو سبور، اي ان الاورغانيزم كيعطي لي سبور. لي سبور قلنا سو سون دي فورم دو ريزيستانس qui sont des formes de résistance capables de reprendre leur activité biologique quand les conditions de vie redevient favorables. يعني واحد لا فورم ديال ريزيستانس كيتحول ليها الاورغانيزم حتى كيلقى الظروف اللي هي مواتيه وكيرجع للشكل ديالو الاصلي. لي فورم فيلامونتوز سالونج ال او سيبار. هذا بالنسبه لي فورم سفيريك. هاد لا سيزيون بينير بالنسبه لي فورم سفيريك عقلوا ليها بزاف ولا فورم. اما بالنسبه لا فورم فيلامونتوز غالبا تتكون عندنا يا اما بار ديفيزيون بينير، يعني لا فورم فيلامونتوز بار ديفيزيون بينير دي ديفيرون دي سيلولز دو فيلامون. Elles peuvent également former des spores. أما بالنسبة ils peuvent aussi se découper en fragments de quelques cellules. يمكن لديك لا ديفيزيون بينير داك الفيلامون ينقسم على جوج، وكل فيلامون يعطينا دي زورغانيزم. و après gélification مثلا fragments de quelques cellules, après gélification de place en place des cellules de filaments qui se modifient. Ils sont alors appelés des joncteurs او نيكريدي. يعني مثلا يقدر توقع مثلا جيليفيكاسيون، مثلا الفيلامون كبير يقدر واحد لابارتي منه تجمد، واحد لابارتي لا. ديك لابارتي اللي غادي تجمد اللي ماشي اللي ما تجمداتش يمكن ليها تعطينا دي زورغانيزم اخرين. وكذا كنهضروا في الفيلامون ما كاينش عندنا واحد الموصليه، اي انه ماشي بحال بحال واحد البارتي مجمده واحد البارتي ما مجمداش. داكشي علاش كنقولوا بانهم لا ديسجونكسيون، اي ان القرابه ما بين الخلايا كتسمى نيكريدي، اي انها ما متواصلاش. غادي نشوفوا هاد لي نيكريدي دابا غادي تفهموها مزيان. شاك بورسيون دو فيلامون كونستيتي الوغ ان اورموغوني، اي انه عندنا في الاورغانيزم نشرحها لكم مزيان. عندنا فيلامون. نجي للفوطو حسن، ما عرفتش كاين هنا شي فوطو. اذا نجي لهاد الفوطو، شاك فيلامون كونستيتي ان اورموغوني. يعني بالنسبه لهذا الاورموغوني، شنو هي اورموغوني؟ مثلا هنا شاك فيلامون اي بارتي يمكن ليها تعطيني دي زورغانيزم. اي بارتي يمكن ناخذ مثلا هذه الا تقطع هنا غيعطيني غادي توقع عليه الملتيبليكاسيون. ناخذ مثلا هذا الفيلامون من هنايا الا تقطع غادي يعطيني غادي يعطيني دي زورغانيزم اخرين. مثلا من هنايا لهنايا الا تقطع هذا الفيلامون غادي يعطيني يعني اي بارتي خديتها غادي توقع لها الجيرميناسيون. داكشي علاش كنقولوا دي هنا هذه هي لوغموغوني، اي انه شاك بارتي ديال الفيلامون اي كابابل دو دوني ان انيمال اونتيي. هذا هو الغوغموني. chaque portion de filament constitue alors une hormogonie qui redonnera ensuite un filament de grande taille au trichome. يعني ملي تكون عندنا واحد الفيلامون كبير كيتسمى التريكوم. بالنسبه لليكولوجي ديالهم اي فين كيعيشوا لي سيانوبكتيري انهم تيتسموا بوانير. شنو هي بوانير؟ يعني يمكن لهم يكونوا في جميع الاماكن. Les poiniers, ils sont capables de vivre dans n'importe quel milieu. De l'eau douce, saumâtre, salé, sol. eau douce هو الماء العذب، دوس شي حاجة عذبة. السوماتر يعني الماء الراكد، تيكون غالبا مظلم ولا تيكون حتى فيه شوية د المرورية. صالي أي ماء صالي، باين الصالي.
ولا تيكون في السول اللي هو التراب. ils vivent dans des conditions de température très diverses. يعني كيعيشوا في température مختلفة. يمكن لهم يعيشوا في الماء البارد، يمكن لهم يعيشوا في الماء السخون، لو فخوا ولا في لو شو. ديزون أغيد، يمكن لهم يعيشوا في الأماكن القاحلة أغيد. شود، قاحلة، الأماكن قاحلة يعني غالبا يكون سخون. ولا يمكن مثلا الأماكن القاحلة بحال القطبين، الأماكن اللي هي قاحلة في كتميز بالقحولة لأن لي ريجيون بولير. مثلا في الأماكن القطبية لأن فيها نسبة التساقطات ضعيفة وفيها مجموعة ديال العوامل ديال القحولة. On en trouve même dans certains des associations symbiotiques telles que les lichens. يمكن لينا نلقاو لي سيانوبكتيري في دي اسوسياسيون سامبيوتيك. شنو هي سامبيوز؟ غادي نشوفوها مزيان في هاد لي اسوسياسيون. سامبيوز هي التعايش، اي ان الاورغانيزم كيستافد وكيفيد واحد الاورغانيزم اخر. Les cyanobactéries sont particulièrement résistantes au dessèchement. غالبا لي سيانوبكتيري كيمكن لهم انهم يتحملوا يعني غياب ديال الماء او لا جفاف، لو ديسيشمون. لا برودكسيون دو توكسين، كاين لي سيانوبكتيري من بين الكاركتيرستيك ديالهم انهم كيستطيعوا انهم يعطيو دي توكسين اي السموم. يعني يمكن السيانوبكتيري الا كان كيعيش في الماء يمكن ليه يطلق مجموعه ديال السموم في الماء. Certaines espèces de cyanobactéries d'eau douce produisent des toxines poison. Les toxines, شنو هو toxine؟ هو poison، هو سم produit par les activités métaboliques des cyanobactéries. وملي كنقول سم اي انه غالبيه ديال السموم تتكون عباره عن مواد كيميائيه وغالبا كتكون بروتينات، وهادشي غادي تشوفوه مازال في البيوشيمي من بعد. سي cyanobactéries peuvent proliférer، يمكن ليها انها تنمو et former des amas flottants. يعني لي سيانوبكتيري يمكن ليها انها تنمو، يعني النمو بروليفيري يعني تكاثر وتعطي دي زاما فلوطون. شنو هي لي زاما؟ ملي كنهضروا على اما اي انه كيشكل لنا واحد الكتله، واحد اللمه ديال الخلايا فلوطون. شنو هي فلوطون؟ une diminution considérable appelée fleur d'eau en particulier aux périodes chaudes de l'année. يمكن لينا نلقاو مثلا بعض الكائنات مثلا في واحد البحيره يمكن لينا نتلاقاو هاد لي سيانو بكتيري كيكونوا فلوطون. يعني الفلوط يعني كتكون في الفوق ديال الماء، تطفو فوق الماء. داك الطفو ديالها هنا التساؤل العلمي علاش كتطفو فوق الماء بما انها كائنات كتطفو فوق الماء. اذا بكل بساطه لان في الكومبوزيسيون ديالها انها فيها دي فاكيول. كما كتعرفوا نحاول نرسم لكم هنايا شنو هي فاكيول. فاكيول هي واحد الفجوه. عندنا لانيمال، نحاول نرسم لكم خليه اللي هي سداسيه لان حنا في الفيجيتال. عندنا الانيمال مثلا عنده يقدر يكون عنده فلاجيل، يقدر يكون عنده هذا، وتتكون عنده واحد لا فاكيول كتسمى فاكيول اغاز. فاكيول اغاز يعني واحد الفاكيول، واحد الفجوه فيها الغاز. هذاك الغاز هو اللي كيسمح ليه انه يبقى فوق الماء. ان السيانوبكتيري تتكون عند واحد لافاكيول، واحد الفجوه تيجمع فيها الغاز، وداك الغاز كيخليه انه يبقى فوق الماء. يعني كينقص ليه في لا دونسيتي ديالو، كينقص ليه في الكثافه، داكشي علاش كيبقى الفوق. Ils sont responsables d'une importante mortalité des poissons et des mammifères qui les consomment. هادو الا كان فيه البوازون، الا كان فيه السم، يمكن ليه يقتل مجموعه ديال الكائنات اللي كتاكلهم مثلا الاسماك. سي توكسين سون ايغالمون دونجوروز بور لوم. يمكن لهم ايضا تكون هادوك السموم لي توكسين تكون ضاره بالانسان. لا فيكساسيون ديال لازوت. لا فيكساسيون ديال لازوت كما كتعرفوا لي بكتيري ماشي غير كيفيكسيو ثاني اكسيد الكربون، كذلك يمكن لهم انهم يفيكسيو لازوت. و لي سبيس اللي معروفه عقلوا عليها كتسمى انابينا. ازوت بلاص ما نقولوا ازوت كنقولوا ازولا. ازولا يعني contribue à enrichir le milieu en composés azotés grâce à son aptitude de fixer l'azote atmosphérique. يمكن ليها انها تفيكسي لازوت اتموسفيريك. لازوت اتموسفيريك هو N2 l'azote atmosphérique. Il est appelé engrais des réserves. كتسمى لونغري دي ريزير. هاد لا بلونط انابينا ازولا كتسمى لونغري دو ريزير. لونغري دو ريزير لان شنو هما لونغري؟ ملي كنهضروا على لونغري لي زونغري، شنو هما لي زونغري؟ كتعرفوا الفلاحه كيقولوا لي زونغري. لي زونغري هما الاسمده، وغالبا هي الاسمده اهم مكون في الاسمده هو الازوت. وهاد انابينا ازولا يمكن ليها تفيكسي لازوت، داكشي علاش كتسمى اونغري دي ريزير. لا بليبار دي سيانوفيسي سينو توت سون كابابل دانتي فيكساسيون.
الا ماجوريتي ديالهم ديال لي سيانوبكتيري ولا كيتسموا سيانوبكتيري ولا سيانوفيسي كابابل انهم يفيكسيو لازوت. بالنسبه لاليمونطاسيون ديالهم الغذاء ديالهم، مثلا هاد البكتيريا اللي عندنا هنا في التصويره كتسمى جات بما ان لا فورم ديالها سبيرال، اي ان الفورم ديالها لولبي سبيرال، جات منها السميه اللي هي سبيرولين. سبيرولين est une cyanobactérie filamenteuse. La forme ديالها filamenteuse ou en spirale, abondante dans certains lacs salés d'Afrique ou de Mexique. هذه كتكون في المياه اللي هي صالي اللي مالحة في الملوحة، et elle est récoltée pour l'alimentation traditionnelle، وهذه كتستعمل في الغذاء ديال الساكنة ديال المنطقة. يعني غير باش تعرفوا من ناحية الاليمونطاسيون اننا يمكن لينا نستعملوا لي زالغ في الاليمونطاسيون، ماشي لي زالغ كيتستعملوا، يمكن لينا اصلا نستعملوا لي سيانوفيسي ولا لي سيانوباكتير ولا لي زالغ بلو، لا ميم شوز يمكن لهم حتى هما يتستعملوا في الاليمونطاسيون. اذا هذا الشيء اللي عندنا في هذه الحلقه هذه ديال لي سيانوباكتيري. بالنسبه للحلقه الجايه غادي ندخلوا لي زالغ كاملين، ندخلوا لي زالغ ندخلوا لهم في الحلقه الجايه. الا عجبتكم لا فيديو ولا شي تساؤل ما تنساوش انكم تطرحوا التساؤلات ديالكم تحت لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش تيليشارجيو لابليكاسيون. ها هي راه كاينه في اللين ديال التيليشارجمون ديال لابليكاسيون عندكم باش تيليشارجيوها على الهاتف. ها هي كاينه تحت، كاينه في الرابط تحت الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو. الحلقه الجايه غادي نهضروا على لي زالغ. شكرا.